البيت رقم 17 كان مستنيها. فيه بيت معروف باسم البيت رقم 17، البيت اللي كل سكان المدينة بيخافوا يقربوا منه. حدود الشارع حواليه ساكتة والنوافذ مكسورة، ومفيش حد جرب يعيش فيه أكتر من ليلة. الناس بتقول إن البيت ده ملعون من زمان. قبل سنين اختفى مجموعة سكان بطريقة غامضة، والشرطة ما لقتش أي أثر ليهم. ليلى بنت مراهقة شجاعة بتحب المغامرة وتصوير فيديوهات استكشاف الأماكن المهجورة، دخلت البيت رقم 17 علشان تعمل فيديو. البيت كان ساكت جدا، كأن الزمن واقف، وفي الصالة ساعة قديمة واقفة مش بتتحرك خالص. دخلت أوضة الصور، الحيطان مليانة صور لبنات اختفوا من البيت قبل كده. أول ما بصت عليهم الساعة فجأة بدأت تتحرك ببطء، وكل ما عيونها تتحرك على الصور الساعة كانت بتقرب الوقت من الساعة 12. ولما الساعة دقت لأول مرة ظهر ظل فجأة من وراها، مسك الساعة واختفى في ثانية. ليلى اتجمدت من الخوف وما قدرتش تتحرك. بدأت تبص على الصور واحدة واحدة، من ضمنهم صورتها هي نفسها. كل الصور كانت لبنات في سنها، عينيها مليانة رعب وخوف، لحد ما وصلت لآخر صورة، إطار فاضي ما فيهوش حد، كأن البيت مستني دور جديد. ليلى ما خرجتش من البيت، ليلى اختفت ومحدش عارف هي فين. الساعة توقفت، صمت رهيب ملأ المكان، وفجأة صوت يهمس بخوف: لو سمعت صوت الساعة انت اللي عليك الدور. لو القصة عجبتك تابعنا لقصص أكتر غرابة وغموض.